بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. كل سنة وانتم طيبين. دخلنا بقى في موسم السقعة والشتاء وعايزين ندفي الاولاد وندفي نفسنا. النهاردة معانا البطاطا. كل الناس عارفة البطاطا، بس انا هعملها النهاردة بطريقة غير تقليدية. هي طريقة جديدة وان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة هنغسل البطاطا زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ان انا اقشرها باي مقشرة، بسكينة المتاح عندك واللي انت حابة تقشري بيها. انا هقشر البطاطا كلها كده ومش هخلي فيها ولا قشرة زي ما انتوا شايفين. وعندي كوباية لبن بخيره يا جماعة، وهقول لكم ليه في اخر الفيديو. وعندي شوية فانيليا. دلوقتي انا قشرت كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده، ولازم يا جماعة لما تقشروها تحطوها في مية علشان ما تسودش منكم، علشان هي عاملة زي البطاطس بالظبط. دلوقتي انا بدأت اقطعها برضو زي البطاطس، كأني هعمل صينية بطاطس اهو. انا دلوقتي بقول لكم على الحجم اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة. كل التقطيع لازما بيبقى في حجم واحد، علشان لما تيجي تستوي واحدة ما تستويش والتانية تبقى لسه نية اهو. شايفين السمك يا جماعة؟ انا بوريهولكم اهو مقربة الكاميرا. انا هعمل كل الكمية دي بقى وهرجع لكم تاني اهو. انا عملت كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده ورصيتها كأني برص صينية بطاطس بالظبط. دلوقتي عندي بقى 3 معالق سكر، وطبعا انا قلت لكم ان السكر ده على حسب الرغبة، بس هو 3 معالق على ده كيلو ونص بطاطا. بتبقى يعني كويسة. وده رش الفانيليا. وعندنا كوباية لبن زي ما قلت لكم كده، لازم يكون اللبن دسم. وهقول لكم ليه عند المرحلة اللي هنيجي فيها، اقول لكم ليه انا بقول لكم دسم. هقلب السكر والفانيليا، وبعد كده هضيفه على صينية البطاطا الجميلة الروعة دي. هرشها كلها على الصينية. دي كوباية لبن يا جماعة، هي على كيلو ونص بطاطا. هي مقدار مظبوط، عشان بعد كده انا بحطها على البوتاجاز، فبتملأ اللبن ده بيفور فبيملى الصينية كلها، فهو ده المقدار المظبوط. كيلو ونص بطاطس على كوباية لبن و3 معالق سكر وشوية فانيليا. دلوقتي انا حطيتها على بوتاجاز على نار هادية وغطيتها لحد ما تقلب. وكده يا جماعة بعد ما قلبت شايفين المنظر؟ شايفين الروعة والجمال؟ هي كده لسه ما استوتش. انا بقلبها يعني بلف الصينية وهغطيها تاني لحد ما تستوي، وبعد كده هرجع لكم هوريكم بعد ما استوت. اهي كده يا جماعة اهو. كده بعد مرور حوالي بتاع نص ساعة كده. شايفين بقى؟ انا قلت لكم ليه لبن دسم، علشان الابيض اللي على الوش ده يا جماعة دي القشطة بتاع اللبن، بتبقى طعمها روعة وجميل. شايفين السوا بتاعها؟ شايفين انا بهرسها يعني مستوية خالص اهي. واستوت يا جماعة. خدت بتاع نص ساعة كده وطعمها جميل. وطعمها روعة. شايفين اهو؟ بقول لكم هنا ان اللبن كله نشف حتى من على القعر، يعني انا ما اقفلش عليها لحد ما اللبن نفسه يتبخر منها. ودي القشطة يا جماعة بتبقى طعمها روعة، وجربوها ان شاء الله مش هتندموا. والولاد بيحبوا القشطة دي على الوش، بياكلوها مع البطاطا بتبقى طعمها يجنن. وهو غرفتلكوا طبق ووريتكم من قريب القشطة. شايفين من قريب القشطة عاملة ازاي؟ يا رب يكون النهاردة الفيديو عجبكم، وان شاء الله تجربوها وطعمها يعني روعة روعة روعة. جربوها يا جماعة مش هتندموا ان شاء الله. عايزة منكم دعوة حلوة ولايك وشير، وفعلوا الجرس يا جماعة علشان يجيلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.